تقيل. بس حد هياخد باله؟ ابدا. ما هو كلام بيتكتب. قال لك ايه بقى؟ لا يمكن ان يظل كل مسؤول في مكانه لا يفعل شيئا الا بعد ان يتلقى توجيهات رئيس الدوله وينتظر قيام رئيس الوزراء بزياره الموقع واعطاء تعليماته. ثم هو رئيس الوزراء راح اصلا يا استاذ عنبه؟ هو رئيس الوزراء راح اصلا؟ وعتابي ارضا على رئيس الجمهوريه. كان المفروض الكلام ده من الشهر اللي فات. هاتوا الناس، هاتوا المحافظات الساحليه دي، هاتوا المحافظات اللي كان عندها مخرات سيول وبتاع السنه اللي فاتت. عندنا ناس ماتت السنه اللي فاتت. هاتوا الناس دي نقعد معاه. ايه يا اخوانا، ايه الاخبار؟ بلاش يا سيدي رئيس الجمهوريه، وزير التنميه المحليه. عملنا ايه مع وزير التنميه المحليه؟ عملنا ايه؟ عمل ايه وزير التنميه المحليه؟ عملنا ايه؟ عملنا ايه في المحليات؟ عملنا ايه؟ أس الفساد والبلاء في البلد والمصايب والكوارث اللي في البلد عملنا فيها ايه؟ قلنا الراجل وزير التنميه المحليه ده اول ما جه السيد احمد زكي بدر، قلنا خلاص بقى ده راجل حاسم. ودخل في حوارات عملوها معاه تاني يوم. انا بحسب وانا مش عارف ايه وانا هكسر الدنيا واللي مش هيشتغل هيشبعين حصل ايه يا عم؟ ولا حاجه. كل واحد قاعد في مكانه. بل بالعكس انا جايب محافظين قطع. والله العظيم بلاش اقول كلهم، عندي 60 70% من المحافظين قطع. والله قطع. ولا ليهم في الشغل ولا ليهم في البطاطس كمان. محافظين ما لهمش في الكوسه، حتى الكوسه ما لهمش فيها. الحل ايه؟ قاعد هيعمل ايه؟ وبعدين لما نطالب بتغيير المحافظين يقول لك انتوا مش عاجبكم حاجه. يا عم احنا مش عاجبنا ايه بس؟ يعني مين اللي قال مش عاجبني؟ ولا ما محافظ بيشتغل؟ ما عندنا الدكتور ايمن في سوهاج راجل شغال. عندنا الدكتور ايمن عبد المنعم في سوهاج راجل شغال.